هز ليا 4 كيسان ونص بابار كاس العنبه. كيف ما كتشوفوا هذا الكأس الرابع. غادي نضيف معاه خميره ديال الحلوى اولا خميره كيميائيه بعبار 8 غرام. وفي هذه المرحله هذه غادي نجمع العجين بايديا. هنا كيف ما قلت لكم درنا الكأس الرابع، بقى لينا نص كاس خليناه على جنب حتى نشوفوا شحال غادي يهز لينا ديال الدقيق، لانه نوعيه الدقيق كتختلف. وبالنسبه للناس اللي عندهم العجانه راه ممكن تخدموها فيها من الاول. ديروا جميع العناصر وخليوها تدور حتى تعجن مزيان مزيان. انا بغيت نخدمها معاكم بايديا باش ما نعكسش الناس اللي ما عندهمش العجانه وتجيهم شي حاجه صعيبه. يعني راه حتى حاجه ما صعيبه. الناس اللي عندهم العجانه دوروا هادشي كامل في العجانه وخليوها تعجن مزيان مزيان. الناس اللي ما عندهمش العجانه ديروا بحالي. في الاول راكم كتخدموا بالطراب اليدوي حتى الكاس ونص الاخرين عاد كتبداو هكا تجمعوا فيهم بايديكم حتى كيصبح القوام ديالها على هذا الشكل هذا. دابا كاخر اضافه غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه لي انا استعملت الزبده ديال العلبه، ممكن تستعملوا حتى زبده سنترال يعني ديال العبار، ما ديروش غير المارغرين. وغتبداو هكا تدخلوا فيها على هذا الشكل هذا. ما تخافوش واخا تبان لكم العجينه مطلوقه، غير بداو تجمعوا فيها راه غتجمع معاكم. كل ما العجين كانت مرخوفه كل ما الفطائر ديالكم غيجيو هشاش وخفاف كيف القطن. هنا من بعد ما دخلتها مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا غادي ندهنها بالقليل من الزيت ونحاول هكا ندهنها حتى من الاسفل باش ما تلصقش ليا في القاع. صافي غادي نغطي على بلاستيك غذائي ونخليوها تختمر حتى كيضاعف لها الحجم ديالها. بالنسبه لمده الاختمار اخذت ليا 30 دقيقه. انا هنا غطيتها غير بمنديل لانه الحال باقي سخون. الا كان الحال بارد زيدوا عليها شي بطانيه باش تسرعوا ليها عمليه الاختمار، اولا حطوها في شي مكان اللي يكون دافي راه دغيا دغيا كتختمر. هنا مباشره غادي ندوز باش نفرغ ليها الهواء اللي فيها. وشوفوا العجين ما شاء الله كله فقاعات. هنا غادي نرش سطح العمل ديالي بالقليل من الدقيق. حاولوا ما تكتروش الدقيق بزاف باش ما تنشفش لكم العجينه. وغادي نقسم هذاك العجين على نصفين وغادي نبدا مباشره نحل في النصف الاول. كيف ما كتشوفوا ديروا غير القليل من الدقيق، غير الجهد اللي ما يلصقش لكم في سطح العمل. وغادي نبدا نطلق فيه بالمدلك القياس ديال لاطه اللي غندخلو للفران. بالنسبه للاطه تاع الفران راه فيها تقريبا 30 على 40 كيف ما كتشوفوا. وغادي نهزو مباشره ونحطو في اللاطه اللي فرشنا ليها ورق ديال الطبخ ونبدا هكا نقاد ليه في الجوانب ديالو. بالنسبه للاخوات اللي خافوا العجينه تغلبهم راه ممكن تحلوه فوق ورق الطبخ مباشره. ديك الساعه راه يسهل عليكم انكم